تلفزيون نهار إلى دار البيضاء الهاشمي خيراني. أهلا بك هاشمي، ما هي ملابسات هذه القضية؟ مرحبا زميلي بلال، مرحبا مشاهدينا الكرام. نحن متواجدون الآن بالدار البيضاء بالعاصمة، وبالضبط أمام ثانوية نايت بالقاسم، أين شهدت ثانوية أمس جريمة قتل. هنا راح ضحيتها تلميذ ذو 16 عاما اسمه خالد العيفة. يقال أن التلميذ خرج من امتحان التربية الإسلامية في حدود الساعة 11 أين باغته شبان وانهالوا عليه ضربا حد الموت، ونقل على إثرها من طرف أشخاص إلى المستوصف القريب هنا أين لفظ أنفاسه الأخيرة. زميلي بلال، معي هنا بعض زملاء التلميذ أين يروون لنا ما حول الحادثة أمس. مرحبا فارس. رشيد كان زميلك في القسم، كيف سمعتم بالخبر؟ كيف تفاعلتم معه؟ احكي لنا كيف صرات، كيف سمعتوا؟ احنا كنا نجوزو مع صباح، بدينا من 8 ل 10 ومن بعد من 10 ل 12. 10 ل 12 عندنا اسلاميه، وهو كمل بكري خرج. كي كمل بكري خرج تما خرج مع الاولين، طاح مع هادوما. احنا غير خرجنا قالوا لنا هم ضربوهم منا. كي وصلنا من بعد قالوا لنا بلي داو ديسبونسر تما ديسبونسر ديجا هما محاصرين فيه روحهم، ما عندهم والو تما، تروح يزيدوا يكملوا عليه. هذا ما كانش نقدر نقول لك يا اخو والله. غير ما هو الاسباب وش السبب اللي سمعتوا باللي علاه ضربوا هذو الشباب؟ والله ما هما ما يقولوا كاع ما يقولوا بلي بيناتهم وقع عجل طفله. والله ما هكا سمعنا احنا. الشباب هذو اللي ضربوا اسكو يقراوا معاكم، اسكو من برا، اسكو على حسب سمعتهم يقولوا ما يقراوش الا هنا. نعم زميلي بلال، للأسف ما زالت حوادث كما هذه تتكرر. لم تمضي سنة واحدة على مقتل تلميذ بنفس الطريقة في ثانوية السويدانية، وما زلنا لم نتعلم من أخطائنا. مزيد من التفاصيل زميلي بلال في الساعات الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا لك هاشمي خيراني. سنعود لربط البث إن شاء الله معك مرة ثانية.